هناك نوعين من المواقف هناك مواقف دولية أعلنت دعمها لهذا الكونفرنس، عقد هذا الكونفرنس وما جاء فيه. التحالف الدولي، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي أعلنت بشكل رسمي. أحزاب وقوى وحركات وشخصيات سورية أيضا أعلنت بشكل رسمي. على سبيل المثال حزب الإرادة الشعبية رغم بعض الانتقادات ساند هذا المؤتمر أو كان مؤيدا. هم قيموا هذا الكونفرنس على أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق التغيير الديمقراطي وفق بيانات رسمية صدرت عن لجانهم المركزية وعن حال لسانهم بشكل رسمي. حزب الإرادة الشعبية، تيار اليسار الثوري، حركة البناء السوري الذي يعني كان له موقف متميز حقيقة. أيضا هيئة التنسيق الوطنية، حركة التغيير الديمقراطي، اليوم هي فقط اقتصر اسمها على تيار التغيير الديمقراطي الذي كان يسبقه هيئة التنسيق الوطنية. مجموعة من الشخصيات ومن الكتاب ومن حتى من بعض البلدان الإقليمية حقيقة تم نوع من التواصل وتم التبريك وتقديم المباركة لهذا. أما موقف حقيقة موقف متسرع جاء على تقييم أو رسالة أو بيان من الرئاسة الانتقالية لسوريا، حقيقة جانبت ما صدر عن المؤتمر.